السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا دلوقتي في مدينة السويس، وكنت عايز اوريكم شكل المدينة وشكل الطريق بعد ما تعدل واتطور وتوسع طريق السويس بقى حاجة في قمة الجمال. احنا دلوقتي في المدينة هناخد اليوتيرن وهنلف ونرجع تاني، وهناخد طريقنا مباشرة للقاهرة. تابعوني وهنشوف كل جديد في الفيديو ان شاء الله. وزي ما حضراتكم شايفين كده، ده مخرج المدينة. بيقولك القاهرة 125 كيلو، العين السخنة هنلف ونرجع تاني. السرعة القصوى للملاكي 100. مدينة السويس مدينة جميلة جدا. هنشوف اخر تطويرات الطريق والتعديلات اللي حصلت. وبلدنا مصر بلد جميلة جدا في كل مكان، في كل حتة. على شمالنا كده جبل العتايق او جبل العتاقة، جبل العتاقة كده بقى حضرات. بيقول لكم لو عايزين نطلع على قيادة الجيش الميداني الثالث، بنطلع الكوبري دون وبنكمل كده مباشرة مع حضراتكم في الطريق. وزي كده ما حضراتكم شايفين، احنا هنا كده على طريق السويس، وده شكل الطريق اول ما خرجنا من المدينة. وعلى شمالنا كده جبل العتاقة. هنا حضراتكم بيقول لكم اللي عايز يتجه الى شرم الشيخ بيلزم الجانب اليمين. يعني لو حضراتكم عايزين نخش على شرم، بنخش يمين من هنا. نفق الشهيد احمد حمدي، شرم الشيخ يمين على طول كده، الدائري الاقليمي والقاهرة. شايفين منظر حلاوة بلادنا ومنظر الجمال الطبيعي. دلوقتي احنا كده بداية طريق السويس، متجهين مباشرة للقاهرة. هنشوف ايه اخر تعديلات وتطويرات وتوسيعات الطريق. الطريق بقى ممتاز وبقى حاجة تانية بجد للقاهرة. دلوقتي بيقول لحضراتكم محور 30 يونيو 23 كيلو، وصلة ام القمر 36 كيلو، دائري الاقليمي 52 كيلو. وهنتابع كل التطورات مع حضراتكم على الطريق. معايا كده طريق السويس. طبعا هو لسه هيتم تخطيط الطريق هنا في الجهه دي، عشان كان بيوسعوا الطريق في كابلات الكهرباء. بص على ايد حضراتكم الشمال مباشره من القاهره للسويس. منظر الجبال وصلة القمر حضرات. وصلة القمر فاضل عليها 11 كيلو، وبعد كده هيقابلنا مطار العاصمة الدولي. في نفق الشهيد أحمد حمدي ودخلة العين السخنة، محور 30 يوليو. كل الكلام ده حضراتكم من على طريق السويس.
الدائري الإقليمي 22 كيلو. كده فاضل على القاهرة 95 كيلو. عمدان النور اللي فوق دي بالطاقة الشمسية، حاجة جميلة جدا. طبعا في السويس يا جماعة بيتفتح مشاريع اقتصادية والمنطقة هناك هتتحول، والطرق دي فايدتها ان هي هتعمل شبكة ربط تجاري بينها وبين البلد كلها. كباري كتير بالعرض اتعملت جديدة، الطريق وسع وبيتم لسه أعمال إنشاء توسيع عليه، لسه شغالين على الطريق وبيتم توسيعه. شايفين حضراتكم ده الكوبري دون بيلففنا الناحية التانية، ده اليوترن في طريق السويس. الكوبري كده ياخدنا من على اليمين ويرمينا الجهة الناحية التانية. كده حضرات فاضل 2 كيلو على الدائري الإقليمي، 22 كيلو على الدائري الأوسطي. ابتدت تظهر على يميننا وعلى شمالنا شكل مدينة العاصمة الإدارية. المباني ابتدت تظهر من بعيد، وهنتابع مع حضراتكم كل جديد. والبرج الأيقوني بيبان مع حضراتكم اهو من على طريق السويس من على بعد في العاصمة الإدارية، منطقة المال والأعمال. حاجة بجد جميلة جدا. هنا حضرات الروبيكي 5 كيلو، بدر 9 كيلو، شروق مدينتي 19 كيلو. فبلدنا كلها قريبة من بعضها، مفيش ساعة ونص تبقى في السويس من قلب القاهرة. ساعة إلا ربع، نص ساعة، 40 دقيقة للعاصمة الإدارية. طبعا بدر والشروق والعاصمة والكلام ده كله بقى كله مرتبط ببعضه وكله قريب من بعض. وغير كده منطقة السويس ومنطقة ناحية قناة السويس والكلام ده كله هيتفتح مشاريع اقتصادية ضخمة، كمية مصانع هتفتح في البلد. كمان هنبتدي الكهرباء، يعني مصر ان شاء الله هتبقى مركز للطاقة المتجددة في الكهرباء وفي الطاقة النظيفة. وده اللي حضراتكم شايفينه هو على الطريق. شايفين كابلات الكهرباء قد ايه؟ يا رب تكون واضحة مع حضراتكم. في ربط شبكي كهربائي على طول الطريق، طول طريق السويس. وبعد كده بيقابلنا بدر ومنطقة الروبيكي، طريق مصر اسماعيلية الصحراوي نخش يمين، السخنة العاصمة الإدارية نخش شمال، الدائري الأوسطي والقاهرة على طول مباشرة مع حضراتكم. وهنا بيوضح لحضرتك الرحاب 29 كيلو هي والقاهرة الجديدة، وبدر 4 كيلو. شايفين ربط شبكي كهربائي. نتمنى ان بلدنا كلها يبقى كلها مليانة كهرباء وتنور، ونتمنى الخير والافضل لبلدنا في كل حاجة. الطريق بقى جميل جدا بعد التوسيع والتطوير. اديكم شايفين حضراتكم طريق السويس 6 حارات، وساعات بيكونوا 7 وساعات بيكونوا 5 على حسب المكان اللي احنا ماشيين فيه. على شمالنا العاصمة الإدارية وعلى يميننا بدر. داخلين على الشروق ومدينتي، شروق 3 ومدينتي. السرعة القصوى 120. عمدان النور اللي اتركبت دي حاجة جميلة جدا، بتنور الطريق بالليل بشكل ممتاز. والطريق بجد اتخدم بقى أحسن من الأول وأوسع وأنظف بكتير جدا. وتقدر بكل سهولة إنك تتحرك في كل محافظات البلد بكل سهولة. لو حضراتكم عايزين تخشوا على بدر وطريق مصر اسماعيلية بنتجه لليمين بعد 500 متر، الشروق 3 ومدينتي على طول. مدينة الألعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية لو انتوا حضراتكم عايزين تروحوها بنخش يمين ونلف شمال. ومن هنا مدخل بدر. من على طريق السويس
وده الكوبري يا حضرات اللي بياخد على طريق مصر اسماعيلية مدينة بدر. العاصمة الإدارية 2 كيلو، طريق القاهرة والدائري الأوسطي على طول مباشرة. وخدوا بالكم يا حضرات عشان في رادارات اتركبت على طريق السويس والسرعة القصوى 120. مدينة هليوبلس الجديدة بعد 1200 متر من هنا، ونروح داخلين يمين يا حضرات. من هنا يا حضرات لو عايزين نروح الشروق 3 أو مدينة 4 ناخد اليمين. وده شكل البرج الأيقوني من بعيد. الرادارات البوكس الأسود أهو. ولو حابين يا حضرات تخشوا مدينتي، بنخش من تحت الكوبري ده يمين ونلف شمال. هنكمل على طول الرحاب، مصر الجديدة، القاهرة، مطار القاهرة، الدائري الإقليمي، مدخل مدينة 4 ومدينة بدر. التعليمات واليافط على الطريق مبينة كل حاجة. وطريق السويس بقى حاجة في منتهى الجمال والروعة بعد التطوير والتوسيع. عامة هو طريق السويس بيشمل مدن جديدة كتير جدا، والعاصمة الإدارية لحد السويس والسخنة، فطريق مميز جدا. وهنا يا حضرات احنا في الشروق 1 والشروق 2. وده شكل الشروق. من هنا بدر ومدينتي، مدينة المستقبل، طريق مصر اسماعيلية، طريق الدائري الأوسطي. كل ده حضرات نقدر نخشه من هنا من على اليمين. ناخد بالنا من السرعة القانونية 120. الطريق بقى كله رادارات. طريق اسماعيلية وطريق بلبيس والدائري الأوسطي اللي بيقابلنا ده حضرات. وبعد كده بيبان البوابات. وده شكل البوابات قدام حضراتكم. بوابات القاهرة من على طريق السويس. لو حضراتكم عايزين تطلعوا ناحية قاعة المشير حسن طنطاوي بنخش يمين. الطريق الدائري ومطار القاهرة، مصر الجديدة، سيتي مول الماظة على طول مباشرة مع حضراتكم. زي ما متابعين مع حضراتكم من طريق السويس، وهوريكم طلعت الدائري. هنطلع الدائري مع بعض. ولو هنكمل مباشرة في طريق السويس نطلع على كوبري 4.5، سيتي مول الماظة، مصر الجديدة والماظة. السرعة القانونية 120. هو بيقول لحضراتكم اهو مخرج الدائري، نخش طريق الخدمات كمان كيلو. عايزين نلف ونرجع تاني على الرحاب. عايزين نطلع على مطار القاهرة. مساكن شيراتون. طريق لو حابين حضراتكم هتطلعوا على التجمع الخامس، مطار القاهرة، المعادي، نطلع الدائري. بيقول لحضراتكم لو عايزين تطلعوا الدائري طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، مخرج مطار القاهرة، بنخش يمين. احنا لسه مكملين مع حضراتكم عشان احنا رايحين
اتجاه الهرم. وهنا بيقول لحضراتكم لو عايزين تطلعوا التجمع الاول او مدينة الرحاب بتروحوا من هنا، الماظة، المعادي، التجمع الخامس، الكلام ده كله على طول بيبقى. زي ما حضراتكم شايفين كده بيتم تكسير في الجبل على يمين الطريق عشان يوسعوا الطريق. كده بيقابلنا الدائري يا حضرات. دي طلعت الدائري ناحية اسكندرية الزراعي والطريق الصحراوي يمين. عايزين نروح المعادي، المنيب، القطامية، الأوتوستراد، الهرم، هنلف ونرجع ونخش شمال. طبعا لو حابين نكمل على طول لمطار القاهرة، الماظة، وسط المدينة، ومصر الجديدة. حابين نطلع القطامية، المنيب، المعادي، هنخش يمين. في بنزينة غاز هنا. كانت شيل اوت ورا. كده احنا طالعين على الدائري. دلوقتي يا حضرات احنا طلعنا على الدائري وعلى شمالنا ميراج سيتي. حابين نطلع على شارع زكي حسين، شارع مصطفى النحاس، محور شانزو أبي، بنخش يمين. التجمع الأول بنخش شمال. بيقابلنا يا حضرات فندق كمبينسكي. فندق كمبينسكي من على الدائري. لو عايزين نطلع على التجمع الخامس المقطم بنكمل على طول مباشرة. كايرو فيستيفال بيقابلنا على ايدنا الشمال. واحنا هنا كده عند المجمع الأمني. وعلى شمالنا الناحية التانية أكاديمية الشرطة والتجمع الأول. مدينة نصر، محور المشير يمين. وزي ما حضراتكم شايفين كده على الدائري بقى في بنزينات غاز اهو. سيركل كي، شيل اوت. ناخد بالنا حضراتكم قدامنا بيضرب كاميرات فلاشر سرعة وحزام. بعد كده حضرات لو حابين نخش على مدينة نصر والمقطم يمين، مكملين على طول القطامية والمعادي والاوتوستراد. يا رب تكون فيديو عجب حضراتكم، وما تنسوش تدعموني في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة معايا، واشوف وش حضراتكم في فيديو جديد من قناتكم لفة في مصر. احنا كده على طول لو طالعين على الاهرامات الجيزة واسوان الزراعي، يمين مدينة نصر، شمالنا كايرو فيستيفال والتجمع الخامس. والسلام عليكم ورحمة الله.